هاتي كاساتك او كاساتكم. مرحبا صبايا، كيفكن؟ ايش اخباركن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طمنونا عنكن، يخلي لي اياكم وما يحرمني منكن ابدا يا صبايا. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، روتين جديد، بتمنى يعجبكم. وهلا دخلنا الحديقة يا صبايا، واشتهيتكم فيها والله. الجو اليوم رائع عن جد، جو كتير حلو. وهذا بيت المقلوب يا صبايا، حياتنا كلها في المقلوب وتمت بس ندوس بيت المقلوب. حسبي الله ونعم الوكيل عن جد. هذا هيك عنا اياه هون ببورصة، كل شي في المقلوب. الحمد لله رب العالمين على كل حال. عن جد هاي الحديقة ايش اسمها يا ياسر؟ هاي الحديقة حديقة كولتور بارك او كورو بارك. هلا نحن بنقول لها ميرينوس، مو حديقة ميرينوس صغيرة لتحت شوي. انا والله كل فكري اسمها ميرينوس. لا. انه هاي مو جنب محطة ميرينوس. عن جد صبايا حلوة كتير، وهيك فيها هلا بحيرة، هلا فيها هيك بحيرة حلوة، هلا بصور لكم اياها. يعني واحد هيك بتسلى. شوفوا هيك الجبل كمان، شايفين؟ فيها كتير مخدمة على فكرة صبايا، فيها جامع، فيها WC، حمامات، فيها مقاصف عشان واحد يبرك، يعني فيها عدة شغلات كتير كتير حلوة. حتى فيها مدينة ملاهي، مدينة ألعاب للأطفال. وهي البحيرة يا صبايا، في هيك كراسي، اللهم صل على النبي، وبنبرك هيك قدامها. عن جد كتير حلوة. هلا يمكن بالشتاء أول الشتوية موقفين البحرة، يعني ما هيك عالية كتير، ما بعرف إذا واضح عليكم هلا لأن الدنيا ليل. بتعلى كتير وكتير كتير حلوة هيك النافورة هون. ولا ايش رأيك يا ياسر؟ على البحيرة عم بحكي لهم بالنهار لسه احلى والله. اي والله كتير عليهم بالنهار. اي والله بتلاقي فيها بطات وبجعات، بتلاقي فيها قوارب. في شغلات كتير حلوة، فيها كتير شغلات حلوة. في قوارب، سوي زوم على القوارب. زوم، اي يلا هيك هنا كتير حلوين عن جد. اللي حابب يجي على بورصة يزور هاي الحديقة كتير حلوة. يلا ضربي لنشوف قوتك. يلا لولو ضربي. واو والله ممتاز، شطورة لولو. تمسومة يلا. يا سلام، طلعت اقوى من لين. ايه والله يا صبايا. وهلا مثل ما شايفين هيك رح انا وولادي وجوزي رحنا هيك على الحديقة وتغدينا هيك برا، قلنا هيك نغير شكل. الحمد لله رب العالمين، لعبنا الولاد وهيك انبسطوا. وهذا هيك البوكس يمكن بحوالي يمكن 20 مرة رجعوا عادوا. هاي طلعت اقوى من هاي وهي طلعت اقوى من هاي، وخدوا بقى يعني. ايه والله الحمد لله رب العالمين تسلوا. وهون تاني نهار يا صبايا ما عم بعرف انه ايش بدي اسوي طبخة. هيك نزلت على السوق، طلعت قلت والله الفريكة والرز صار لي زمان صراحة مالي عاملتهم. بساي فريكة بعض الأوقات بلحمة، وبعض الأوقات بسايا فروج، بس الأغلب بسايا فروج يعني أكتر من اللحمة. على كل حال أنا عاملة فيديو اللهم صل على النبي من حوالي يمكن شي 4 أشهر على القناة، يعني فيديو منسف الحلبي. هو فريكة عليها لحمة، هو منسف الحلبي الأصلي. يعني اللي بحب يرجع يشوف الفيديو يدخل يكتب انه منسف الحلبي مباشرة بطلع له. يخلي لي اياكم يا صبايا. اول شي حابة اقلكم انه صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتاني شي لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يخلي لي اياكم، لازم انا اكبر فيكم يا صبايا.
وحابة أقول لكم كمان شغلة تانية، إنه كل مين دخل على قناتي نور قناة، أهلا وسهلا فيكم يا صبايا، خلي لي إياكم ما يحرمني منكم أبدا. وأهم شيء يا صبايا اللايك هو برفع الفيديو، يخلي لي إياكم لازم أصل لأكبر عدد ممكن من المشتركين. وهون مثل ما قلت لكم تاني نهار يا صبايا ما رجعنا من روحتنا، جبت فروج. أول شي حطيته على النار، حبيت إنه أسلقه، ما نقعته صراحة بالخل اللهم صل على النبي والملح، لأن صدورها مشفاية كتير منيحة وكويسة وما لها جنس الزنخة صراحة، بجيبها من عند الأتراك كتير كويسة. فمباشر غسلتها وحطيت لها مي من الفلتر وحطيتها على النار، حطيت لها ملح وورق غار وهال، اللهم صل على النبي. وهلا هون نقعت كمان الرز، قلت انه هيك كله ورا بعضه، نقعت الرز وبلشت هون انقع الفريكه، مو انقع الفريكه بعتذر، قصدي انه انقي الفريكه مشان انه لا يقوم فيها شيء، مع انه والله حرام نظيفه بس طلع منها يعني هيك لما يطلع منها كم حجره كم وسخه. وانا بالعاده يا صبايا بغسل الفريكه. هلا في صبايا يمكن قالوا لي انه ليش بتغسلي الفريكه؟ والله يا صبايا انا بحب اغسلها، يعني لاني صراحه لما بنشروها على ارض ما بعرف، بخاف يعني صراحه. وعلى فكرة صبايا ما بتروح طعمتها، لاني شوفوا يعني انا غسلتها وش واحد، وطبعا هلا بصفيها لاني انا بقلي الفريكه، بتطلع اطيب بكتير بالتقلاي. بحط لها طبعا سمنه وبتم بقليها لبين ما هيك يتغير لونها. على فكرة أطيب بكتير من اللي بيحط، اللهم صل على النبي، إنه بيحطها بالطنجرة وبحط فوق منها سمنة ومية الدجاج أو الفروج حسب ما أنتو يعني عاملينها. أطيب بكتير، بتطلع هيك مفلفلة لما أنتو بتقلوها تقلاي صبايا، بتطلع مفلفلة، بتطلع طعمتها رائعة عن جد، جربوها ما رح تندموا. وهون طبعا عم بشيل هيك اللهم صل على النبي اللي بيطلع هيك من وش الفروج الزفرة يا صبايا. طبعا كل شوي برجع بعيد وبسأل مشان الزفرة، لأني كل شوي بطلع شوي صغيرة، بحب يعني هيك أصفيها على التمام. هون حطيت معلقة سمنة يا صبايا، طبعا يكون هيك نوع السمنة يكون طيب. وطبعا بعدين ببلش بقلي الفريكة، قلت لكم لبين ما هيك تتحمص وتغير لونها. وطبعا إذا حابين إنه قديش بحط للفريكة، هلا صراحة أنا بحط نظري المية الفروج، بس إذا حابين أنتوا بالعيارات كل كاسة فريكة بدها كاستين مية فروج، بس أنا بحط نظري صراحة صبايا، أنا بحط إنه فوق الفريكة بإصبعتين وبخليها تغلي، بس هيك تنشف المي بوطي تحتها وبعيفها هيك شغلة مثلا 3 ساعة، تلاقيها تفلفلت وما في أطيب منها. إيه والله. وطبعا يا صبايا بنحط نحن فوق الفريكة رز، في هلا مثل شوام، اللهم صل على النبي، وعلى ما اعتقد بيحطوا بازيلا فوق الفريكة. صراحة ما جربتها بس حابة ان شاء الله اجربها. وحتى كمان الرز انا كمان يا صبايا بقليه كمان وبحط له مية الفروج، طبعا بطبخه فيه لان بتطلع كتير اطيب. ايه والله. انتوا ايش بتحكوا لنا يا صبايا هالايام؟ ايش اخباركم؟ ايش في ما في؟ قلت لكم انا الحمد لله منيحة، بس حابة هيك تدعوا لي، بس هيك الله هيك يطعمني بيت، عم بدور على بيت، الله يطعمني بيت احسن من هذا البيت يا رب العالمين. هيك ومثل ما بقولوا يريح بالي ويريح بالكم. هون في عندي هيك شوية جوزات حبيت هيك اكسرهم، وكان في عندي لوز كمان سلقته وحبيت انه اقشره، بس ما هيك فسخته بالنص اللوز، حيفته هيك بحاله، بس لا كان يكون انه فسخته بالنص كان اطيب. هون طلع عليها شوية جليات، طبعا انا كل ما عم يعني وقت بطبخ بحب اجلي مباشرة جليات مشان ما يكون علي شيء ابدا، وقت ابرك اكل ما يكون علي شيء. اي والله يا صبايا الحمد لله رب العالمين على كل حال والاحوال. حابة أسألكم صبايا، أنتوا منين متابعيني؟ من أي بلد؟ أنتوا منين؟ خلينا هيك نتعرف على بعضنا بالكومنتات، بتمنى منكم تكتبولي بالكومنت إنه أنتوا منين، واللهم صل على النبي، ومنين متابعيني يخلي لي إياكم. وهون يا صبايا حطيت شوية زيت نباتي، زيت ذرة، وبلشت أقلي المكسرات، قلت لكم لوز وجوز، بحب انه هيك فوق من اكتر شي بستخدم صراحة بالمكسرات لوز وجوز. وهون حبيت اسايلهم صحن سلطة لاني كتير طيب جنبها صراحة السلطة والعيران. ايه والله الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. وهداك المخلل اللي شايفينه هاد
ما أطيبه، كتير 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 طيب. ولسه المخلل اللي كبسته كمان طلعت نتيجته إن شاء الله بركي بالفيديو اللي جاي بتشوفوه إن شاء الله. وهون يا صبايا كان اجا جوزي من الشغل، الله هيك يلبسه العافية ويلبس ثوب العافية لجوازكم كلياتها. اللهم صل على النبي. وبلشت بدي اساوي بقى العيران، قلت السلطة ما بيصير بلاهن. وشايفين هالآلة هاي السلك هاد اللي عندي، كل ما بروح على السوق بدي اشتري بنسى، والله العظيم يا صبايا سبحان الله. وما بحسن انا بلاوي يعني، وكل ما بدي استخدمه بفلت سبحان الله. فهلا ان شاء الله بركي هيك هالكم يوم هيك ناوية ان شاء الله انزل على السوق، بدي اشتري هيك كم غرض يعني للبيت باذن الله. هون سويت هيك العيران وعبسكه بالسلطة عشان بدي ابلش هيك اسكب الاكلة يعني. ايه والله الحمد لله رب العالمين. وهيك لهون يكون انتهى الفيديو يا صبايا، بتمنى يكون عجبكم، وبتمنى يكون هيك عم تنبسطوا معي بالفيديوهات وبالروتينات. واي طلب بدكن اياه بتمنى تطلبوه مني لعيونكن، اي شي بدكن اياه من عيوني التنتين. وحابة اقلكن انه لا تنسوا اهم شي اللايك والاشتراك بالقناة يا صبايا. انا بكبر فيكن يعني، عن جد انا ما بكبر غير فيكن، واحلى عيلة عن جد لاني عيلتي التانية انتو. وهون بلشت يا صبايا اسكب الفريكة. هلا في بعض منهم اللهم صل على النبي الناس يعني بسكبوا الرز من تحت والفريكة من فوق لاني انه فروج. بس صراحة انا هيك متعودة من عند اهلي، من عند بيت حماي، انه الفريكة بالاول بعدين بعدين الرز بعدين الفروج. هلا ليش انا عم بقلكم انه احيانا بحطوا الفريكة من فوق؟ لاني الفروج مو لونه ابيض، فبحطوه على الفريكة بيطلع انه لونه احلى، عرفتوا شلون؟ بس انا شوفوا شو عملت طريقة، حطيت الفريكة وحطيت فوق منها الرز. ما بكتر انا الرز لاني جوزي ما بحب كتير الرز انه فوقها، بحب الفريكة اكتر. وطبعا حطيت بهار، ما بصير بلاه، بهار الحلبي وهيك المكسرات عن جد. وكانت طعمة يعني لا توصف، يمكن الشكل ببين يعني. ايه والله الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال. وهلا بدي اقلكم انتظروني في فيديو جديد وروتين جديد، وعطوني افكار جديدة، ولا تنسوا هات قولوا لي منين انتم متابعيني. يخلي لي اياكم يا صبايا، بحبكم بالله. سلام.